صباح الفل يا أستاذ سيف عامل إيه؟ ووحشني، وحشني و ومرحب برجوعك من الجيش. والله وأنت كمان يا يوسف أوي، أنا بجد أنا حاسس إن أنا فعلًا غريب هنا، أنا عايز أرجع طلخة تاني، بجد أنا عايز مش ترجع بقى مرتاح، آه، أنا قُلت حتى والغيط لأصحابي كده وبتاع، امبارح، مش مرتاح حاسس إن إيه ده يعني إيه ميكروباصات وإيه لأ أنا عايز فاهم؟ لبس ملكي وقميص وبنطلون. آه، لأ مش وباروح وبانام براحتي وباروّح براحتي، إيه النظام اللي فين النظام يا جدعان؟ ده ده أنا صحيت النهارده الساعة 09:00 يعني إيه الفشل ده؟ يا لهوي! طيب إحنا إيه بقى النهارده إيه؟ الكلام على إيه؟ النهارده الصراحة موضوع أنا بجد شايف إن أنا أفشل شخص ممكن أتكلّم فيه، بس إيه، حبّيت إن يبقى في الرأي والرأي الآخر، وأنا عارف بُص الرأي اللي كالعادة اللي بيبقى غلط يعني كده يعني، آه، فالنهارده هنتكلّم عن التنمُّر ومعانا رضوى أبو المجد، وإن شاء الله هي هتكلّمنا عن الرأي اللي هو الناس اللي الكويس. كانوا بياخدوا على قفاهم دول، وأنا هاتكلّم بقى عن الناس التانية بقى. إزيك يا رضوى إيه يا عاملة ابني إيه؟ ده؟ ازيك يا سيف، ازيك يا يوسف. الحمد لله. أنا حاسس المفروض كنت أنا أخلّي جو يشيل الحتّة دي طب والله لازم جو يشيل الحتّة دي. ماشي يعني، إزيك يا رضوى؟ ازيك يا سيف. إحنا طبعًا قعدنا نتكلّم كتير قبل التسجيل في حاجات كتير، وطبعًا لقينا إن إحنا متفاهمين والدنيا كويسة أوي مع بعض. جدا. بالضبط. أول حاجة بس كنت عايزين نقول إن هي يعني رضوى معانا أصلًا في الteam بتاعنا يعني، وكنت بافكّر يا يوسف يعني إن إحنا نعمل كنت عايز أعمل حلقة شهرية كده للteam كُلّه، نقعد نفتح موضوع أنت عارف مثلًا أنا حابب بيبقى إن إحنا مناقش حابب إن إحنا نعمل behind the scenes أوي، الBTS أ حلقة BTS كده. بالضبط والله العظيم، أنا حاسس إن بجد إن ممكن نعمل حلقة أنا مش عارف ليه باتكلّم دلوقتي وإحنا بنسجّل يعني، بس كان في شوية حاسس إن هي كلام هتبقى حلو قبل التسجيل. نعمل حلقة للteam كُلّه يقعد يتكلّم فيها، وحاسس إن هنبقى 12 واحد هنخش في بُق بعض، بس هنطلع بحاجة إن شاء الله. هو جو هو دي اللي حقيقة، هيتعب بس يعني. بس هنتكلم في موضوع واحد برضه يعني. لأ كده هنتكلّم في موضوع يعني هنتكلّم في موضوع واحد مثلًا لو عرفنا القايمة يعني إحنا مثلًا، لو عرفنا اللي هو نكنترول أصلًا إن إحنا نتكلم في حاجة موضوع واحد. trend يعني. اه بالظبط. إمم. تعالي بقى أول حاجة احكي لي أنتِ أصلًا خريجة إيه والbackground بتاعتِك إيه وبتعملي إيه في حياتِك وكده؟ اه بص انا بقى خريجة فنون جميلة. حلو. سنة 2029. وعندي باك جراوند، انا المفروض قسم تصميمات. حلو. بدأت بقى اتعلم لوحدي الانيميشن وال 3 دي موديلنج والكاركتر ديزاين. تمام. ماشي. يعني كمجال مختلف عني شوية. هتقول لي طب ما هو same مجال، اقول لك لأ. تصميمات لأ، مختلفة خالص. تصميمات أولًا بتبقى شغال بإيدك على ورق. كل المجالات اللي باقول لك عليها دي كشغل وكconcept art تشتغل بيها digital. بتفتح تمام. دماغك في أكتر من حاجة يعني. ماشي، طب يعني ده طب هل عملتِ مثلًا يعني أي project والّا يعني إيه أول مثلًا project ابتديتِ فيه وكان عامل إزاي وكده؟ أول project خالص أنا مرّة بعد ما اتخرّجت كان جالي شغل freelancer character design بتاع game. كان شركة اسمها AA games مشهورة جدًا. إيه تمام. بجد أنت ثانية بس هو أنا اسمها سمعت غلط؟ إيه 3A games. أنا قُلت إيه أنا قُلت ده أكيد هي مش اسمها EA لأ يعني مش EA، وصلت يا رب العالمية كده أوصل من EA، ساعة دي التخرُّج حاجة أنت عمّال EA أقول دي إيه، خطيرة طبعًا. إيه أول ما واحد اتخرّج اشتغل فيه إيه القصة الغريبة دي يعني؟ لأ هي اسمها AA games يعني 3A أوكي. games. حلو؟ triple A. تمام، تمام. تمام. بالضبط triple A. فهي كانت بيعملوا شغل كده بينزّلوا character يقول لك إحنا عايزين مثلًا character يكون مثلًا لحيوان مثلًا بس عايزينه على شكل ساحر. حلو؟ ومن الشكل الساحر ده مثلًا هنصممه مثلًا بكادر معيّن. في بقى أنواع من الكادرات الوقار، في أكتر من اسم يعني. حلو. هو طبعًا بيطلب منّك بيجيب لك صورة كده بنفس الكادر من الشركة ذات نفسها وأنت بتقلدها. يعني بتقلد الوضع بتاع الإيه، بتاع الوقفة بس. أنت بقى تحرّك له إيده وتخلّيه ماسك مثلًا مثلًا أنا كان معايا كان ساحر مثلًا، فماسك عصاية مثلًا عايز تخلّيه هو في معمل مثلًا صغير كده جنبه. بس، فكنت أنا عاملة حيوان كده زي القطة.
وكان شكله كان ساحر يعني، ومعاه كده طلّعت كنت أضيف يعني وحطيت زي حيوان كده تاني زي كده الملهم أو الassist بتاعه يعني. تمام. بس أوكي. سلِّمت الproject ساعتها كان عاجبهم يعني، بس كده. طيب طب نرجع بقى لورا نرجع شوية. بقى للموضوع، أنا آسف. أستأذنك يا أستاذ سيف بس عشان ده اتفضل، موضوع مهم يعني. نرجع اتفضل. بقى لورا شوية للدراسة بقى، المدرسة. آه. آه. كنت قاعدة في أنهي إمم. ديسك؟ على حسب أنهي مرحلة، يعني عايز أنهي مرحلة؟ يعني بُص هاتينا من الأول يعني هاتينا مثلًا من الابتدائي، أنتِ كنتِ عاملة إزاي؟ أوكي، في ابتدائي أنا كنت أول لمّا دخل بقى المدرسة، كنت في مدرسة أولانية وبعدين اتنقلت مدرسة تانية، اتنقلت وأنا كنت في تانية ابتدائي، حلو؟ فدخلت المدرسة و وساعتها بقى إيه، كان في بدايتها، كان عندنا اللي هو اللغة التانية لو فاكر، أيوه، بتدرس اللغة كانت التانية إيه في دي؟ تالتة أو كنتِ كده. إيه؟ آه، كنتِ إيه بتاخدي اللغة التانية بإيه؟ كنت أنا Deutsch ألماني، حلو؟ المهم بالضبط إيه، وأنا لقيت لك بقى إيه، مسرح، عندك مسرح وعندك شعر، تلقي شعر وعندك رسم، نشاطات بقى ده التانية، إيه ده؟ وعندك مسابقة بتبقى خارجية كده، مثلًا لو في سباحة، لو بتلعب ألعاب قوة، هكذا ده يعني. فين الكلام ده؟ ده عندنا في مدرسة إيه دي؟ مدرسة إحنا. دي مدرسة إيه دي آه. يا جدعان؟ أنا مش هو إيه آه. ده؟ أنا حاسس إن أنا كنت مش مرفّه ليه كده؟ إيه اللي أنا باسمعه ده؟ لأ، واحد ما هي يقول كانت للتاني مدرسة في لسه مبنية جديدة، بيسين. فهُم كانوا مهتمين بالطلاب بتاعتهم يعني، كنت أنا أول دفعة تانية ابتدائي موجودة في المدرسة، أول تانية متخيل؟ ابتدائي أنتِ. آه، آه. طب على فكرة ده بجد، إنجاز ده. بالضبط، فأنا أي حد بيكلمني آه. بابقى عارفة الدفعات اللي فاهم، باعرف الدفعات اللي جاية كلها أيوه فاهم. لحد دلوقتي، لحد وقتي هذا. إمم. فالمهم في ابتدائي بقى كنت شخص جميل أوي بقى، شاطر، بتاع، و وساعتها اتعرفت بقى إن أنا باعرف أنا ما كنتش أعرف إن أنا باعرف أرسم عامةً خالص، خالص، بس لقيت الناس بيعجبهم أكتر أنتِ إيه، هتتجهي في حتة اسمها رسم، هُم شايفين إن أنا كده، أنا ما حدش اكتشفني يعني، أنا لقيت نفسي كلّهم بيعجبوا بحاجة، يا رضوى والله أنتِ رسمِك خطير في الرسم، تروحي مثلًا رسم، قُلت لها خلاص تمام، أنتِ شايفة رسم تمام، بس بقى بدأت إيه، آخُد أخُش بقى المسابقات بتاعة المدرسة وكده، إمم. وسمّعت شوية بقى في المجال، عشان كُنّا بننافس أكتر من مدرسة حواليّا جنبي في المنطقة يعني، تمام، بس وكُنّا بنعرف بقى مدارس تانية وييجوا يمتحنوا عندنا يعني عملنا صداقات حلوة يعني، فاسمي اتعرف شوية، وكان في معرض لينا، في معارض بتتعمل لينا، فاهمني، كنت أنا من ده في الطلاب المدرسة اللي يا إيه جدعان، هو إيه اللي أنا باسمعه ده؟ آه، في حاجة اسمها المركز الثقافي الهندي لو تعرفوا، أكيد مدرستك كانت بتروح يعني، ما تحسسنيش إن إيه أنا لأ، لأ ماشي، لأ الصراحة دي أنا رُحتها بصراحة. أنت رُحت آه، بجد دخلت المركز الثقافي دي الهندي؟ بقى دي يا أنا ابني خدتها يا ابني فاكر المدرس اللي هو أيوه بتاع افتكرت الرسم بس عرفت. اللي كان مش آه. تمام ده؟ طب يا عم خلاص عرفت يا عم من غير ما تقول وأنا فهمت تمام. باعمل إيه طيب ما هو دي الصفة الوحيدة اللي آه. فيه، أعمل إيه طيب؟ تمام، تمام باين كمّل. ها، دوّة باين من أولها. د ده ودّانا، ده هو اللي ودّانا أنا فاكر. أنا ساعتها كنتش باعرف أرسم، بس رُحت إيه عشان يعني كدبت عليه عشان بس أروح إيه، أطلع برّه وأزوغ من الحصة. ساعتها آه. زوغت اليوم كلّه. آه. آه. هي أصلًا ياه! أنت فعلًا لمّا بتخرج مش بتبقى مش بتحضر، يا دوب بتحضر أول حصتين باين أول حصة، أيوه، أيوه صح. أيوه، أيوه. كلنا بنتجمّع كده في أوتوبيس وبنروح، تمام، بالضبط. فالمهم إيه، رُحت وساعتها بقى إيه، أنا اتعرفت، غير كده لأ، يعني غير كده أنا ما حدش ما يعني فاهمني، هي steps خدت بعضها كده لحد أمّا إيه، حبيت المجال يعني، تمام. بس ده طب قصة حياتي في الابتدائي، بس كنت طالبة يعني بصراحة مش هاقول لك شاطرة متفوقة أوي، بس باجيب إمم. درجات حلوة، فاهمني، مش باطلع من الأوائل، ممكن طلعت من الأوائل مرّة في مثلًا لو هنحسب من الابتدائي لإعدادي لثانوي مثلًا طلعت مرتين، طب ما هو ده برضه حاجة كويسة يعني، فأنا عمري ما أنا ي بس عمري ما قليل عتّبتها. أنا عمري ما بس أنا باقول لك يعني عتّبتها بس هو حتى كنت حد لطيف يعني، أنا عمري ما عتّبت حتى ال20 مُكرّر. إيه ده ليه يا آه، عم؟ ده كان هو أنا أصلًا الفصل عمري في بتاعنا كان كلّه حياتي ما 20 واحد طلعت كانت يعني. شخصيات أنا ما أنا عمري في حياتي ما طلعت من الأوائل، والله آه. بجد يعني. حاجة بجد كان نِفْسي في مرّة كده يتعلّق اسمي، ما عمر ما حصل. شوف اسمك على بس الحيطة اللي هي صدقني بتاعة آه. هي بُص عامةً حزن. يعني ما فاتكش آه. حاجة حلوة لطيفة عادية يعني فاهمني، لأ لأ، لا لأ دي كان كانت credit بجد ده. معلش، لا، لا، لا رضوى. وقتها أنتِ يعني كده تقصد، وقتها، ده وقتها ده كان حوارات. آه،
هو كده يعني لو فاكر يا يوسف كان أول 10 كده محجوزين، أو يعني فاهم كده إحنا عارفين مين كل ما بيتغيّروش. هم أول نفس واحد كان مش كل فاكر سنة. أول واحد كان مين؟ اللي كان على طول هم كل الواد هو تقريبًا أول كان 10 عمرو والّا لأ، عمار ده فاكره أنت ثانية واحدة، هو كان اسمه عمرو بس أنت بتتكلم آه. على ال10 اللي هم بتوع كل الفصول والّا ال10 بتوعنا إحنا بتاع لأ فصل بتوعنا إحنا، بتوعنا إحنا. كده كان معروفين. أنا أيوه فاكر بالضبط. كان فارس كان السابع يا التامن، على طول بيبقى في الحتّة دي. أيوه. عمر أشرف كان التالت. أنا هاقول يعني لك على هو حاجة، هاقول لك على ما حاجة، بيتغيّروش. باحترامي آه. لمقاطعتكم بقى، هو عامةً معظم الناس اللي بتبقى أول أو التاني بيبقى في منافسة كده أنت مش شايفها. أنا ما بابقاش أنا فاهم مش واخد بالي منها خالص، يعني أنا بيبقى ما في بقى بابقاش غير يعني الحقد وكده والّا ما بجد هُم بيبقى عايزين يثبتوا نَفْسهم في حاجة، آآ بتحس إنه هو بيبقى في إيه، مش عداوة، طبعًا على حسب الأشخاص وقتها كانوا كويسين والّا لأ يعني مع بعض، ولكن إمم. آه، بيبقى في اللي هو أنا برضه باحبك برضه منافسة، وزميلي وكل حاجة، بس بتنافس في الإيه، منافسة في شريفة في الخير يعني كنتِ من زي ما الناس دي يا بيقولوا. رضوى؟ ما أنا باقول لك كانت سنتين كنت كده منهم فترة كده. إيه طب خلاص الكريدت بقى اللي خدناه من الموضوع ده وكنتِ يعني بُص حسيتِ أنت فيه لمّا هاقول لك على حاجة، على حسب اللي أنت بتنافسه، دي حاجة مهمة جدًا. إنه أنت لمّا تيجي تنافس فيه مثلًا ولد تلاقيه جاي في ابتدائي كده عنده عدوانية زيادة مثلًا يقول لك لأ أنا ممكن يقولها لك صريحة أنا مش باحبك تكون أحسن منّي، فاهمني؟ ممكن أيوه، أيوه. يقولها لك كده يعني. وفي آه، لأ يقول لك تمام إحنا تمام نقف جنب بعض وكل حاجة، بس أنا وأنت عارفين إيه مختارين بعض إحنا شطار، بننافس بعض في الحاجة اللي إحنا عاملة زي ميسي ورونالدو كده، فاهمني؟ بس still هو كريم عبد بيقعدوا جنب العزيز بعض وأحمد عادي. عز. بس هو بيقعدوا جنب بعض عادي. فاهم. بس لكن طب هي المفروض عايزِك بقى تقولي شريفة لي يعني يعني منافسة إحنا شريفة زي ما بيقولوا. عايزِك بقى تقولي لي يعني إحنا خلاص خلّصنا ابتدائي، آه. خُشّي لنا بقى على أولى إعدادي بقى، كنتِ عاملة إزاي؟ آه. بس أيوه سيئة ابتدي لنا بقى. بداية دي سيئة ال دي سيئة بقى دي، دي وحشة الهبوط. دي آه. جدًا. ما كنتيش بتروحي بُص، الثقافي الهندي أنتِ ساعتها. لأ أنا كنت واخدة لا، من أول ابتدائي لحد إعدادي وثانوي كنت باخد، ما أنا واخدة من طالعة يا الأولى يا التانية كل سنة في المركز الثقافي الهندي كرسم، وهتلاقي اسمي في كل مجلة، كل إصدار ما تهزريش بقى. بيطلعوه، يعني كنت حد متفوق كده. ما علينا طب نرجع بقى لأولى كويس. إعدادي. خلّينا كان في أولى إعدادي نفسكم بقى. حد كان نفسه قبل كده يتحط اسمه في مجلة ميكي؟ يا أنا لهوي! جدًا. يا عم ده كان حلم يا عم. ده كان حلم ده يا عم، لأ بس أنا كنت عايزة أطلع في الأميرات بصراحة، عارف مجلة الأميرات بتاعة ده رابنزل بقى حاجات بقى إيه ما لهاش لازمة دي خطيرة كان دي، ما باحبش كده. خطيرة، دي خطيرة خطيرة إيه دي. بس؟ إيه مجلة عِشت الأميرة دي؟ ولد بقى وكده خلاص. ماشي. هي كان آه، ماشي. ليها جو كده عام، وتبقى قاعد مع بنات بقى وفاهم، خطيرة، ليها قعدة حلوة كده. المهم آه، أولى طيب إعدادي أنت رُحتِ بتسألني على أولى إعدادي. آه. أولى إعدادي بقى. بُص أولى إعدادي ما كانتش لطيفة خالص بالنسبة لي بقى، سيئة، لا على بعضها. إمم. ليه؟ كنت أنا ساعتها بُص أنا صغيرة كنت خلبوزة شوية، حلو، في ابتدائي، بعديها لمّا تمام. كبرت باطول بقى شوية. أنا still قصيرة برضه بس كنت طويلة يعني لحدٍ ما. ما ما كام سنتي معلش؟ دلوقتي بلاش الأسئلة دي بقى دلوقتي. خلاص. يعني still ماشي خلاص برضه بقى. قصيرة، يعني أنا دلوقتي أصل أنتِ بتقولي 100. باطول يعني فمش فاهم يعني. يعني كنت ساعتها يعني مرحلة إعدادي كنت بقى أقصر بتبدأ يعني تطلع. كنت أقصر من كده يعني. أنا كنت في ابتدائي صغنونة في خالص. أصلًا أقصر من كده. فالمهم إيه، في إعدادي بقى أنا بدأت أطول وكده وأبقى إمم. رفيعة جدًا، حلو، المهم أنا كنت ساعات باتضايق بصراحة من شكلي، خلينا متفقين يعني، باقول لأ اشمعنى بقى إن أنا جسمي رفيع أوي كده يعني، إيه ده! يعني أنا هافضل طول عمري بقى رفيعة والّا إيه يعني، مش معقولة، لقيت فترة والله فجأة كده من سَتّة لمرحلة أولى إعدادي، عارف الأجازة دي، هوبا لقيت آه. نفسي كده. فالمهم كنت أول بقى يوم رجعت فيه المدرسة اللي هو الترم الأول ده، فالناس شافتني استغربت شكلي، يعني اللي هو رضوى أنتِ عيانة والّا إيه؟ قُلت لهم لأ خالص والله أنا زي الفل ما فيش حاجة يعني. ليه بتقولي كده؟ بتقولي أصل أنتِ رفيعة يعني وكده، قُلت لها لا والله خالص أنا زي الفل ما فيش حاجة يعني، تمام؟ طبعًا ده العادي، في قسم تاني بقى كده بتلاقيه في الفصل دايمًا مش أحسن حاجة، واخد بالك أنت؟ لأ مش واخد بالي خالص. أنا إيه لا، لأ، يعني خد هم بالك. أنا مش معاكم يعني أنا مالي ما ليش دعوة. المهم القسم التاني ده ما بيبقاش أحسن حاجة بقى، بيقعد يتنمر عليك بقى، إمم. يمسكك بقى يغسلك مثلًا، ناس يدّيك وحشة كلمتين أوي. كده في عضمك ما بتبقاش حلوة خالص. بس أنا مثلًا
لو أنا قاعدة مثلًا يعني من الحاجات اللي كانت بتتقال، هاقول لك، أنا مثلًا وأنا في إعدادي قبل ما أتحجب خالص، آآ أنا كان شعري طويل جدًا، رفيّعة جدًا، إمم. هو كان بيتريق عليّا بقى إن هو شعري طويل جدًا، هو يقول لي: "أنتِ إيه ما أنتِ مش شكلِك غريب بقى، لو أنتِ شعرِك طويل أوي." فاهمني، آه. ووشي صغير كده وشعره طويل جدًا وجسمه رفيع جدًا، آه. فكانوا دايمًا إيه، مثلًا لو في حاجة تبع مثلًا مثلًا صاحبتي مثلًا عايزة تفتح حاجة إزازة أو كده، يقولوا لي: "لأ ادّيها إمم. الرضوى." ويقعدوا يضحكوا بقى فاهمني، جالي بقى إيه، هو أنا ما فهمتش الإفيه هو معلش هو يعني. ثانية بس يعني ده هو مثلًا أي إزازة أو أي حاجة، البنات كانت آه. ساعات ما بتعرفش تفتح الأزايز ساعات، فيقول لك مثلًا أيوه، ولد أيوه. جنبها تقول لك: "بعد وفي إذنك ممكن تفتحي لي الإزازة." صح؟ آه. ممكن يكون آه، ده خلّي بالك ده ممكن تكون بتجُر كلام دي خلّي بالك، مش لازم تبقى والّا ما ما كنتوش ما بُص فاهمين ما الكلام كنتش ده أعرف، ساعتها؟ أنا كنت على نيّاتي أوي بقى، ما ده اللي آه. عرفته فيما بعد. ما أيوه، فالمهم أيوه، أيوه. يعني فلقيت لك بقى في ناس بقى إيه بتتنمر بقى اللي هو إيه، ويقعدوا يضحكوا وبتاع. بس أنا بصراحة كنت في الوقت ده آه. ما كنتش باعرف أخفي زعلي يعني. يعني كنت آه. بقى بارجع فعياط بقى أعيّط على طول. وبتاع، إمم. أرجع أعيّط بقى وده وبتاع أنا الغِذا في إيه، بتاعهم ده خلّي بالِك. أيوه، أيوه. فاهمني؟ ومع ذلك هاقول لك على حاجة، يعني أنا مثلًا كان في مسابقة حصلت، كانت عندنا بنجري، حلو؟ كان إمم. عندنا مسابقتين كده، إن أنت تلعب كورة مع ولد، تيم بنات وتيم ولاد، وطبعًا ده بيبقى آه. ضحك أكيد معروف، تمام؟ أيوه. وتيم تاني إحنا بنقعد نجري، فإحنا كنا بنكسبهم في الجري، بس هُم يكسبونا في الكورة. إمم. الجري هو already مش هنخبط في بعض فاهمني؟ أيوه. هاعرف أجري، فكنت أنا سريعة جدًا بقى عشان كنت رفيعة، فكنت سريعة جدًا. إمم. فاهمني؟ فكنت أكسبه، فممكن تلاقي الناس دي كانت بتتضايق بقى. أنا عرفت بقى إن إيه، إن نوعية الناس دي بصرف النظر بقى طبعًا الفترة ما كانتش أحسن حاجة إن تقعد بتزعل وكل حاجة، بس فيما بعد لمّا أنت تيجي تركّز مع نَفْسك إن أنت بيبقى عارف أنت اللي هو إيه، العيب تحوّله لميزة، فتعرف تسيطر في المكان شوية. ده كلام كبير ده. آه، أنا كنت آه. كده بقى، فكانوا إمم. بيتضايقوا منّي جدًا، في كل مسابقة كنت أجري وبتاع وأنا أكسب أيوه. عادي. لدرجة بقى إيه، البنات رضوى مين اللي هتجيب رضوى وهتجيب في بنت برضه كانت رفيعة برضه معايا، إمم. بس هي كانت بتجري already يعني كانت في نادي يعني، كانت مشتركة في نادي، إمم. فيقول لك رضوى هتجري وبتاع، فأنا أجري برضه معاهم عادي وأكسب. بس، فكانوا اتعرّفت بقى شوية مع البنات إنه إيه، أنا باجيب لهم الwin. الميداليات آه. بقى، أصل إحنا عندنا ميداليات كده كانت معفنة يعني، بس still ميدالية بس فاهمني، اللي هي مش ميدالية دهب أيوه بس فاهم. مطلية كده. آه، أيوه، بس أيوه. فساعتها بقى إيه، كانوا أمّا تيجي أنت تتجاهل الشخصيات بتاعة التنمر دي، بتحس اللي هو إيه، أمّا تيجي تحوّل اللي في إيدك لحاجة و إمم. وهُم يتضايقوا منها، لأ بيتعصبوا جدًا. أنا اكتشفت إن أنت ما بتدّيش رَد فعل بيبقى أحسن، ما تبيّنش زعلك أحسن. آآ أنت طبعًا فيما بعد طبعًا جنبها لازم ضروري تغيّر من نَفْسك، لإن أنت قبل لو أنت خدت بالك flashback كده، قبل التنمر ما يحصل أو أنا كنت في الأجازة، أنا كنت عارفة already إن أنا شكلي رفيع، فما كانش في حاجة طبيعية فيّا. فأنت لازم تبقى عارف برضه أنت تغيّر نَفْسك عشان أنت شايف نَفْسك إيه، أنت اللي شايف نَفْسك في المراية من قبل الموقف ده ما يحصل، أساسي إن أنت تغيّر من نَفْسك، فاهمني؟ فاهمِك. طب أنا كنت عايز أقول لِك على حاجة، يعني أنتِ ما فكرتيش في مرّة إن أنتِ تصاحبي المتنمرين عشان ما يعملوش معاكِ كده؟ لأ دي هاقول لك برضه حاجة، استراتيجية دفاع كانت في لا ناس هاقول لك، بتعملها. المتنمر في فترة أيوه. إعدادي أو المتنمر في فترة إعدادي بالذات الولد بيبقى مسايكب شوية، يعني فترة دي حقيقة. إعدادي تحس إن هو بيرازي الأرض اللي ماشي عليها، يعني لو في واحدة مش شافت دور يرازي عليها، أخت أيوه، أيوه. لأ صاحبي هو الكبيرة مش يرازي عارف عليها، هو ليه الولاد بيبقوا قلبهم أوي على الدنيا كده، أنا مش فاهم. تحس يعني إن هو حتى وبالذات لو راح في داهية عادي، ده اللي مش هو لو ما فاهم رُحتش في بيبقى ليه داهية كده. دلوقتي هاروح إمتى؟ لو ما عملتش كل حاجة دلوقتي واتبسط وأعمل اللي أنا عايزه، إمتى بقى؟ هو عنده الحتة دي. إمم. أنا لمّا كنت مثلًا في الأول كنت باصُد ولأ ما تعملش معايا كده، أو حتى يجمعنا مكان حتى تقول كلمة لطيفة في حقهم أو كده، لأ هو مش بيبقى شايلها لك يعني، تحس إن هو بيكمّل بيبقى مستمر، تحت بند إن هو بيحقق كوميديا على قفاك يعني عشان إيه، جامد الشلة يعني. أيوه فاهمِك. أيوه. آه، فلأ مش كل الناس في ناس يعني في ناس يقول لك خلاص في ناس بصراحة فيما بعد لمّا جيت في تانية إعدادي كده اعتذرت بقى، اللي هو خلاص، بس أنا مش هاستناه يعني أنت متخيل لو أنا حرقت في أيوه. قلبي سَنة كاملة زماني كنت ولّعت يعني. فلأ، فاهم. مش حاجة بقى إنّك تفضل تستنى لمّا يعني ما تستناش برضه الاعتذار يعني، تستنى من إيه يعني؟ يعني عشم إبليس في الجنة زي ما بيقولوا.
طب يعني ماشي، انت مريتي بمرحله اولى اعدادي دي ان هو كان ايه على الرفع برضو، كمل معاكي قدام برضو؟ لا، ما انا جيت بقى شويه فتره امم. تانية اعدادي كده، بدات شويه املى بقى تبنت شويه. نومي بقى، اظبط نومي. ايوه. فاهمني، بدات اتغير شويه. تالتة اعدادي بدات اتغير خالص بقى، شكلي بدا يتغير شويه. اتحجبت بقى. بعديها كبرت شويه في اولى. بعديها هم بقى، لا هم طنشوني خالص بقى. بس طبعا اه كانوا لا تمام، بيفكروك. ما بقاش عليها يعني يقول لك ماتيريال بقى، يعني ايوه فاهم. يقعد بقى يفكروك. يعني انا في حد مره كان ماشي من المدرسه وجه وعايز يتجمع معانا بتاع في اجازه، وقت اجازه يعني. فقال لي هي ده مش دي وانتي رضوى اللي الرفيعه كنتي. اه انتي اللي كنتي رفيعه. بقول له لا، انا ما شكلي اتغير بقى وبتاع. ايوه. قلت له لا، انت يعني انا وانت سبحان الله حاليا. ما زال دمك خفيف يعني. لا، هو بيقولها لك عادي بقى، بيقول لك اه بس انتي ايوه. مثلا انتي برضو. يعني مره كان بيقول لي انتي برضو استحملتي. فاهمني، بيقول لي كده. ايوه فاهم. انت عارف يقول لي انت استحملتي تريقه وبتاع. لكن لا، انت بقى برضو في الاول في الاخر اما بتيجي. بس اقول لك على حاجه، انت بتبقى حاجه حلوه ان انت بتبقى آم، هو بيلجأ لك في حاجات بتحس ان انت اشتغلت على نفسي لدرجة ان هو آه، هو بقى اللي محتاج نفسه مساعدتي بيقدم. في حاجة. بقى محتاج مساعدتي في حاجة. انت تمام. بجد انت بتبص من نفسك، انت اشتغلت على نفسك في حاجات. يعني انا كان في فترة انا كنت بنزل، وكنت بنزل جيم. جسمي كان مظبوط جدا، في عضل شوية. يعني انا ستيل جسمي رفيع، طبيعي جسمي رفيع على فكرة، بس جسمي ايوه. معضل شوية. فبدأنا اللي هو ايه، يقول لي تي والله انت ازاي يا رضوى بتمرني كذا بتعمل، فاقول له فاهمني. فبتحس اللي هو ايه، ايوه. من شوف انت كنت فين ياه. ووصلنا لفين. يا احنا ايه يا جدعان. فاهم. اه فاهمني، فانت برضه تبقى مبسوط يعني. بس طبعا مش هتفكروا يعني، هيقول لك انت قلبك اسود يعني. فبلاش الموضوع هو ده. كده كده هيتقال ان انت ايه يا عم، انت لسه فاكر؟ ما هو طب انا بقى عايز اسال سؤال. اه هو بالنسبه للشخص اللي هو المتنمر، هو خلاص يعني الموضوع ده حصل وخلاص وبتاع، التاني ليه بيفضل عايش معاه بقى كل ده؟ يعني ليه ما خلاص برضو ما بينساش اللي هو كان مرحله مثلا وخلاص؟ مش فاهم سؤالك تاني. انا فعلا قلت كلام غريب اه يعني انا شايف انا شايف يعني اللي هو المتنمر نفسه، اوكي. خلاص الموضوع بالنسبة له انتهى، ليه بقى التاني شايل كل ده؟ يعني ما برضه ما قالش دي مرحلة وانتهت عادي؟ ما لا طلعش مش ان هو ما هو ضحيه بص، برضه. اقول لك على حاجه، انت بتكلمني في موقفي صح؟ اه يعني انت لا هو لا، انا كان انا كنت ملفت قوي، فهو مش حاجه هو ينساها. فاهمني، لما لا بس انا مش تشوف قصدي كده، عارفه. انا شايف ان غير فاهمني. السؤال ده عشان مش عارف اساله، يعني انا طيب بجد انا لا خلاص. يعني هقول لك انا هقول عندي لك انا تقصد ليه فكره في ناس عندها التنمر بيبقى مستمر معاها، تقصد؟ لا انا فاهمك. خلاص والله انا بجد مش عارف اعبر. مش عارف اقول لا والله بجد. قولها، لا قولها على فكرة، قولها والله بص، هاسمعك، واحدة قول طبعا. واحدة واحدة واحدة، انا بقول أكيد. للشخص المتنمر حلو. خلاص بالنسبة له دي مرحلة وكان مثلا متنمر فيها وخلاص وخلصت وراحت. اللي اتنمر عليه بقى بيفضل ليه شايل بقى مرحلة من انه هو لسه في كي جي 1، ان هو فعلا ده حصل معاه واحد اتنين يعني هل الموضوع بقى نفسي ان هو مثلا اتربط بيه خلاص ان هو كده، ولا ايه الدنيا يعني؟ يا رب اكون هقول لك فهمت حاجة. هقول لك بتكلمني أنا مثلا، أنا ليه بزعل لحد دلوقتي صح كده، حاجة زي كده؟ اه بتزعل طيب وخلاص يعني ليه ما بتقوليش دي مرحلة مثلا وانتهت؟ مثلا في ناس بتكمل معاها ترومات لحد دلوقتي. هقول لك ليه. أنت مم. بشكل عام آم، مثلا لما الواحد بيكبر، طبيعي ان هو ساعات بيمر مراحل مثلا او ظروف، ما توفى مم. حد، فممكن تلاقيه مثلا من الزعل تخن، ممكن تلاقيه من الزعل خس. الاجسام مش زي بعضها. انت ممكن صح. في الوقت ده بتفتكر حاجات زي كده، يعني هتقعد تتريق عليها، بس دي حقيقه. انت بتفتكر ان انت ايه، اوف هو لسه هبدا من الاول لو انا لسه يعني مثلا على والدي لما توفى، فلو بقى لو انا لسه جسمي هيفضل هرجع للايام دي تاني، لا انا متضايقه. فاهمني كده. مم. فبيبقى عندك انت بقى، لو انت ما قمتش على رجلك في الاول مش هتعرف تقوم دلوقتي. فاهمني، هتخليها معلمه، بس هي ستيل معلمه ليه؟ لانه الكم اللي حواليك، لما مثلا انا بقى لوحدي في النص وحواليا 6 ولا 7 بيقولوا كده، مشهد مش بيتنسي. فاهم. فاهمني، مش مشهد عادي. زي مثلا انا بفتكر مثلا اول حفله انا طلعت فيها وغنيت ومش عارفه ايه، فبفتكر اول مكان رحت فيه مسرح مثلا. ايه ده، انت غنيتي؟ فهي بتبقى حاجه غريبه، كنت صغيره. هو انت كنت لهفة الحلواني ولا ايه؟ انت اه، متعدده المواهب صح. لا فنانة شاملة ولا ايه؟ انا مش لا، فاهم. هقول لك على حاجه، انا وانا صغيره كانوا مم. دايما بياخدوني عشان شكلي، انا يعني شكلي بيبي فيس قوي، فكانوا بياخدوني ما دايما شاء الله. يحطوني كده ايه في الصف، اللي هو اه ايه، دي بنوته الصغيره اللي هي اللي هتغني، عارف انت، بس لكن انا صوتي ما بس كانش لا اكتر يتسمع. مش اه اكتر. مم. خالص يعني.
لكن أنا لأ، أنا ما كنتش باعرف أغني طبعًا، يعني صوتي مش حلو خالص. أيوه. بس لكن لأ، طبعًا أنت بتسألني بقى في فكرة باتعلم، طبعًا باتعلم جدًا كمان، مش بتنساها يعني، بتبقى سيئة. مرحلة من أيوه فاهم. عمرك بدل ما أنت بتعيشها كطفولة حلوة، بيبقى في وقت كده أنت عِشته مش أحسن حاجة، خصوصًا لو فترة طويلة، أنا مثلًا سَنة فعلِّمت شوية. مثلتِ إمم. قبل كده مسرح يا أرضو؟ لأ ما مثّلتش، أنا كنت غريبة باشترك يعني. دايمًا كنت باشترك هي مثلت إزاي ما لأ مثلت هاقول تمثليش لك على يعني؟ حاجة، أنا مرّة جرّبت مسرح كُلّية. تجربة، مسرح الكلية. وكانت أنا عاملة باحب إزاي بقى جدًا أجرّب التجربة دي؟ حاجات عامةً، كانت آه. حلوة جدًا، آه، تحفة. أتعرّف على ناس و آه، مختلفة بقى عنّك فكريًا ودماغها حلوة أوي في الفن، وتحس إن هُم لأ دول يا جماعة مكانهم غلط، يعني دول مكانهم أيوه، في هم الكُلّية دول غلط اللي على أكيد. طول بيقعدوا يقولوا مش واخدين حقنا والinfluencers أحسن مننا ومش عارف إيه، وإزاي مُجاسر إزاي بقى الناس لا، كده لأ، لا، علشان لا، لا، على فكرة لأ الصورة دي غلط على فكرة، الصورة دي مش صح على فكرة إيه ده خالص لأ، مُجاسر عادي بتوع اتنزل؟ مش فاهم. بُص اللي لمّا أنت بتروح مسرح كُلّية بتشوف ناس مواهب حلوة أوي، يعني ناس بتعرف دي تمثّل حقيقة، بجد. أنا حصلت معايا الصراحة يعني قبل كده، شُفت ناس حضرت لهم مسرحية، ناس آه، كويسين جدًا ما حدش عارفهم إن هُم بيمثلوا غيري. تحفة. أنا وكام واحد تاني آه. في أنا الصف بس اللي لأ في عارفهم المسرح كله. وأكيد وأمه وأبوه، يعني هيكون إيه تاني يعني؟ آه، لأ أنا باشوف ناس خطيرة، يعني أنا كنت أنا باقول يا جماعة دول مستحيل يكونوا يعني السِن إمم. ده يطلع منّه كده، فاهمني؟ ماشي. لأ بتبقى مواهب عظيمة جدًا، يعني في مواهب على فكرة كتيرة أوي في مصر حلوة على فكرة، كتير، بس هي مش إمم. بتبقى معروفة. ده كلام وزير الشباب ده خلّي بالِك. لأ دي حقيقة، لا، لا، لأ خلّي بالك نقول كلمة حق بقى باللي إحنا شُفناه. أيوه فاهم. طب أنا يعني برضه كنت معلش بقى يعني أنا عايز أقول حاجة، أيوه، برضه أنا باحس إن الشخص اللي هو المتنمر ده، تعالي أيوه. نجيب من الأول هو ليه بيعمل كده، أكيد عنده أسبابه مثلًا، أو أكيد في حاجة، فليه هو أصلًا ممكن يقعد يرخّم على شخص أو يضايقه لحد ما يعيط ويبقى كده خلاص كده عمل اللي خلاص حقق الtarget بتاعه النهارده. بُص، ده رأيي أنا يعني، أنا ممكن رأيي يبقى بنسبة كبيرة غلط، بس أنا باقول إمم. بالحاجة اللي أنا شُفتها، ماشي. إن هو المتنمر بيبقى عايز أول حاجة فرض سيطرة جدًا في المكان، فاهم. بصورة معيّنة، يعني مثلًا هو عايز دمه خفيف، فيقوم رامي لك كلمة كده، تمام، إمم. واحد مثلًا آمم، عايز يعمل شِلّة لطيفة في سِن صغير جدًا، يطلع بيها فيحقق كوميديا عليك. بيبقى في تمام. أسباب برّه خالص، فاهمني؟ مش دايمًا، في ناس بيقول لك بقى بس طبعًا يعني دي أسباب بقى نفسية تانية يعني أنا ما إمم. مش أحسن حاجة مش أحسن حد يتكلم في المواضيع دي يعني، بس في أسباب مثلًا بتبقى من البيت، ممكن تلاقيه مثلًا هو واخد إن اللي حواليه أخوه مثلًا بيتريق عليه طول الوقت، إمم. ممكن تلاقي مثلًا بيقللوا منه، اللي هو مش بيشجعوه على حاجة مثلًا، فبيبقى عايز يفرض سيطرة في مكان أو يظهر بشكل معين حتى لو بشكل غلط. أيوه فاهم. فاهمني؟ هو مش آآ مهم، هو عايز just اللي هو attention هنا. أيوه تمام. هو أنا في ممكن أتكلّم برضه على الحوار ده. في برضه برضه أكيد. الموضوع اللي هو قُل. إيه، إن اللي هو لو أنت ما كلتش هتتاكل برضه. طب أنا كنت هو أنت ليه بتاخد كلامي؟ أنا على فكرة أنا عارف إن دي اللي أنت كنت تقوله، بس أنا قُلت أسبقك يعني. أنا بجد يعني أيوه. هاقول لِك طب صل على النبي يعني صل على النبي. هاتكلّم أنا على الحوار ده، آه. عشان أنا إيه، أنا بقى الشخص الآخر يعني، أنا الشخص اللي آه. متنمر فأنا لازم فأنا المثال السيء في لازم القصة. أعرف المثال أوه السيء، لا الله! فعايز إيه، أتكلّم بقى معلش هادافع عن كام واحد بس أصدقائي يعني هادافع عن الموضوع ده يعني. ماشي. الطفل في المرحلة دي يا رضوى بيبقى عايز يظهر في الفصل، هو عايز يعني أنا هاكلمِك على كذا عايز أبقى حاجة أنا الأسود. شُفتها، هو عايز يظهر بمعنى إيه، إن هو هتلاقي مثلًا في واحد فيهم بيلعب كورة أوي، فهو ده معروف عندنا فارس لعيب جدًا، فهو أوكي. خلاص اتعرف بده. واحد تاني مثلًا تلاقيه مثلًا إن هو غنّى، واحد تاني تلاقيه بيرسم، ففي واحد بيبقى ما عندوش أي حاجة. بجد ما فيش أي حاجة يعرف يقدّمها، فبيحاول إن هو بقى مثلًا مثلًا يكون هو القوي اللي فيهم، بيحب اللي هو يضرب مثلًا أو بتاع وكده، مثلًا التاني يحب لأ، ده يتريق عليهم وكده، فده كان إمم. بيحصل في الأطفال يعني، بس هاتكلم بقى من ناحيتي أنا،
انا ليه انا كنت في ناس لحد دلوقتي من صحابي بتكرهني مثلا بتوع المدرسه، فعلا بيكرهوني اوه، بسبب ان لحد انا عملت دلوقتي؟ لحد دلوقتي اوف. ده يعني. لو معاه معاه اخر طلقه في المسدس هيضربها على سيف. هيموتني يعني والله العظيم، عارف شغل اللي هو اسد وانا هموتك انت والكلام ده. اي لو انت اسد في صحراء اه موتك انت بس. انت فكرتني قوي اللي هو لما الموقف بتاعي، عارف اللي هو العضلات، اللي هو ده انا هعقدك هيطلع لي عضلات، فاهمني، وافضل ايوه قدامه كده. بالظبط، هو ده على فكره يعني. فانا كنت اللي كان بيحصل معايا ان انا زي ما يوسف قال كده، هي غابه. مم. انا شايف انا كنت على طول يعني مق... مقتنع ايوه مقتنع. ايوه. دي ان هي غابه. انت يا اما هتبقى الاسد وهتبقى مش عارف ايه، يا اما تبقى غزاله وهتروح بقى ايه تتشقط لده لده وبتاع وكده. فانا لا، انا حصل معايا ان انا فعلا انا الى حد ما، يعني دي حاجه اظن ما كانش فيها قبل كده، بس الى حد ما انا بشوف ان ايه، ان هي هاله اللي خلي بالك خلتنا. لو تاخد بالك يوسف عملت معايا في الحوار ده في الكاركتر بتاعي، فاكر اه كبرت لي ودني ازاي؟ ايوه فاكر فاكر. انا اي كنت يعني شخص على حسب كلام الناس ان هي ايه، فيه ودن واحده بس مطرطقه، وده طبعا كان حاجه دي الكوميديا، مش ان وداني مطرطقه، في واحده بس مطرطقه. اوكي. فكان على طول بيتريقوا عليا في الاولى ابتدائي تانية ابتدائي على الموضوع ده، وانا ما كنتش بعرف ارد ولا كنت بعرف اعمل ايه وبتاع وكده. فقررت ان انا لا، انا هخفي الموضوع ده خالص، انا هكبر شعري. وفعلا قعدت مرحلة كبيرة قوي يا رضوى ويا يوسف، مرحلة كبيرة جدا. انا ويوسف عارف شعري كبير جدا، يعني حتى اه صورة البطاقة، وصل. انا صورة ده صورة درجه صعبه البطاقة يعني. شعري خارج من الكادر. يعني عارف الكادر اللي بتبقى انت فيه ده، شعري ايوه يا خارج منه. لهوي. اوه. بس عشان ما حدش ياخد باله من ايه، من الحوار ده. بس انا بقى لقيت ان انا اما غيرت ان انا اسبق، ان انا اسبق بدل ما انت تقول عليا كذا، لا انت فيك واحد واثنين وثلاثة. ما كانش بيعرف يتكلم، فحبيت الموضوع. انا كده بحمي نفسي، وده اي خد متنمر بقى انا اول جرعه او اي دوبامين في حياته. اه انا كده بحمي نفسي انا من ان انا ايه اتريق عليك. فخلاص مع شخص مع شخص مع شخص بقيت انا اصلا كده. يعني انا بقيت انا مثلا ده تخين ايه مش كاوتش نص نقل، دهنه. حمولة زيادة. الرفيع الرفيع قله، كده، نخلة خلة تات تات كده. قله. وما بسيبش يعني، ما في، انا مش فاهم بالنسبة لي الشخص الطبيعي ايه. انا بتريق على الكل يعني، انا مش فاهم. انا مش فاهم ايه الشخص اللي ممكن انا حاسه ان انت لا, ما كنتش شايف الغلط اصلا، انت شايف ان دي كانت حاجه لا كانت انا بحمي اسلوب خلاص حياه بدأ نفسي. كده. بدأ بقى انا مش يستمتع شايف نفسي غلط، بالموضوع بقول يعني. لك يا رضوى، انا شايف ان ده الطريقة اللي انا بحمي بيها نفسي. فانا مش شايف اسالك ان ده سؤال غلط بقى، انا خالص. انا عندي انا قولي. عندي فضول في حاجه بقى. امم انت لما حد قال لك مثلا ودانك مطرطقه، انت اخفيت ده؟ اخفيت ده ازاي؟ يعني مش طولت شعرك فهمتك. فاهم؟ عملت كده فكان في موقف دفاعي. اه مش فاهم ده حاجة، موقف ما عملتش حاجة. دفاعي. ما هو ده ما اه كانش كافي يا رضوى. ده ما كانش بالنسبة كافي، لي هو لازم. ايوه. انا بالنسبة لي لا، هو انا انا ما بتكلمش في كده، انا البداية. بتكلم مبدأ ان هو خد ستيب، ان انا لقيت طريق ادافع عن نفسي بيه، ان انا فكرت اصلا ان انا اطول شعر. تمام ماشي. ما هو انا فاهمني؟ بقول لك يا رضوى ده مش كافي. هو برضو كان لازم يعني ايه ياخد خطوه تانية، لان دي لوحدها مش كفايه. امم برضو على بال ما يطول شعره، على بال ما الخطوه دي تتعمل، كانت برضو هتاخد شهور كتير. فطبعا حب ان هو يبدا برضو ايه، ياخد خطوات استباقيه. فبالتالي بدأ في الموضوع واحدة واحدة، وبعد كده هو بيقول إنه بعد كده بقى يعملها هو على طول عادي بقى، يعني ده خلاص بقت بقت عادة. دي انا حاسس يعني دي شخصيتي، يعني اللي هو خلاص. يعني لحد اقول اسلوب لك انا يعني حصل خلاص. معايا موقف، قعدت مع، وكان يوسف معايا. قعدت مع ناس انا فاكر ان انا كنت بتريق عليها زمان، بس خلاص انا يعني حاليا اتغيرت. انا حاليا ما بقتش اللي هو بتريق على اتعالجت. الحمد لله يعني. الحمد لله. حاليا اللي هو ايه، بقيتش يعني يعني بقيت نتنمر على الناس اللي ايه، اللي يا اما هم بيتنمروا يا اما هو فاكر ان انا مش هعمل له حاجه مثلا، عشان أنا ما بقيتش كده. انا فبيلاقي بقى انا ان عايز الرد اسالك في فعلي حاجه بتاعي صعب جدا. انا عايز اسالك في حاجه فبعدت معاهم. طب ايه؟ اتفضلي. انا عايز اسالك في عايز حاجه. أسألك سؤال. قولي طيب. عندي بقى سؤال كده. انا اللي بسأل هنا، معلش انت يعني. بتحس فاهمني. بايه بقى لما انت بتيجي تتنمر على حد؟
جرعة بتحس بإيه؟ انتصار مش طبيعي، بتهزر. أيوه، خلّي بالِك انتصار يا مش رضوى. طبيعي. أيوه، أول مرّة ت ت ت يعني تتنمّري على حد وما يعرفش يرُد والناس تضحك على كلامِك، بس ده خلاص. وأنت أصلًا طفل، يعني أنت في النهاية أنت في البيت مُسيّر، في حياتك كلّها مُسيّر، أنت أول جرعة دوبامين حلوة كده تاخدها، حرشة كده فاهمة، بتخش مُخِّك، فلأ أنت هيعجبك المخدرات، هي عجبني مخدرات يعني. الموضوع آه، فكرة إن آه. أنا مثلًا شخص آآ أنا كان بقى لي كتير جدًا ما اتريقتش على حد وكده، حصل امبارح الموضوع ده. امبارح أنا مسكت واحد من أول هو الواد هزّر معايا هزار يعني عادي جدًا، لأ أنا أسكت، أنا جاي برضه من الجيش فاهم، جوايا كبت، فاهم أيوه، قصدي؟ رُحت ماسكه طق، 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 طق ومش عارف إيه أعراض وبتاع، الانسحاب بقى. مع كل حاجة بتحصل والعيال تهلِّل، إيه يا عم ده يا عم، إيه يا عم الحلاوة دي، إيه يا عم اللي أنا فيه ده؟ فالموضوع طبعًا كان لذيذ جدًا، بس أنا لذيذ، يع بتحس أنت مبسوط يعني. جدًا، طب أسألك أنا سؤال، حسيت بحد قُل. قدّامك أكيد نمّرت على بنت أكيد، يعني مثلًا واحدة عيّطت، خلّينا واحدة بلاش نقول ولد مُرهف الحِس، خلّينا نقول بنت ماشي، مُرهفة الحِس، تمام، ماشي. هل بتحس إن ما بتصعبش عليك مثلًا، وبتتضايق فيما بعد آآ لمّا تيجي تروّح مثلًا؟ ولا الهوا، ولا بيفرق معايا أصلًا. لأ، وأنت طفل الموضوع بيكون مختلف أنا على فكرة. وأنا طفل أنا بجد أنا مش باهتم بحاجات كتيرة أوي يا رضوى خالص، يعني وخلّي بالِك أنا باكلمِك موضوع وأنا طفل بعدين برضه أنا مش مهتم، أنا بس اللي هو أنا رضيت لأ، بس نفسي. على كَبَر يا سيف بيبقى برضه الموضوع مختلف شوية، بيبقى الموضوع ما بيبقاش فيه فواعي الزعل اللي أكتر، هو الكبير طبعًا. أوي كده لأ هو آه. أنا ده بُص أنا يوسف هاقول لك بيتكلم على صح. حاجة، أنا كده كل شايف واحد بياخد دوره فاهم في القعدة، بتبقى في القعدة يا رضوى، كده كل واحد بيطلع مسرح شوية، عادي دي معروفة يعني. فالموضوع ما بيبقاش كبير أوي كده زي ما وأنت طفل بس يعني. بس أنا هاقول لِك على حاجة هو إحنا نسيت بندافع معلش يعني يا أنا بادافع عن نفسي معلش، أنا بادافع عن حق كام متنمر جنبي، معلش يا جماعة أنا شايف أنا وجهة ماشي، بس أنا نظري مش شايفة فيه حلو، معلش حلو، أنا مع وجهة احترامي نظري يا رضوى معلش يا رضوى، لأ ثانية واحدة هنا، أنا شايف وجهة نظري إن هي المدرسة دي غابة، آه، أنا طول عمري مقتنع اقتناع تام إن هي غابة، أنت يا هتطلع منها إزاي؟ طب لأ، أنا لأ، في لأ، واحد لا، صاحبي لأ، لحد لو أنا دلوقتي هاقول لك من بس، غير ما أذكر اسمه أنا ثانية واحدة، طب ثانية استنى اسمع آه، أنت. اسمعنا كلنا، أنا من غير كلنا. ما أذكر اسم الشخص ده لحد دلوقتي أمّا بتيجي سيرة مدرستنا بينزعج انزعاج اللي هو ممكن يجِز كده، بسبب أنا إن بس هو أنا كان فاهمة، أنا بيتريقوا فاهمة، عليه فكرة طب ما والمدرس دي وضربه حاجة بشعة، ما أنت كده عملت حاجة بس بشعة، أنا مش عايز صح؟ أبقى لأ، مش أنا، أنا مش ما كنتش أنا يعني ما كنتش أنا الشخص اللي عملت معاه كده، هو كان أصغر منّي بسَنة، فهو الفصل بتاعه كلّه هو كان على طول الناس كلّها بتيجي عليه والمدرسين ومش عارف إيه وكده، لحد آه، دلوقتي أمّا بتيجي سيرة مدرستنا هو بينزعج وبيبقى عايز يغيّر الموضوع ومأثّر يا عليه نهار! نفسيًا آه، جدًا، أوه! ومأثّر على شخصيته حاليًا بحيث إن هو دلوقتي نِفْسه يعمل أي حاجة قيادية. حتى لو هو فاشل قياديًا، بس هو لأ، أنا عايز أعمل أي حاجة قيادية. بيحب إمم، الناس إن هي تقول له أنت حلو، أنت كويس، أنت عملت كده إزاي؟ ناقص تقدير كتير آه، جدًا، فاهمة شُفتِ يا قصدي؟ عم آه. فأنا عملت مش إيه عايز فيه؟ أبقى الشخص ده، ولا ابني أهو. حتى ماشي، يبقى أنا يعني أنتِ باقول عارفة لك إن أنا بقى كلمت قبل كده كلمت أنا معلش أنا هاخد الموضوع أنا هاخد الحلقة دي هو لحسابي أنا آسف، آه. أنا آسف. ماشي، أنا عايزة أسمعك أصلًا النهارده بالضبط. أنا اتكلمت قبل كده مع أيوه، لازم أقول اتكلّمت قبل كده يعني إيه، عن كمان حاجة مع يعني. صح؟ آه. أيوه. اتكلّمت قبل كده مع شخص يعني إن أنا ابني هاعلّمه إزاي يتنمّر. يا لأ أنت لهوي! لا، 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 لأ، ده أكيد بتهزر حصل، صح؟ والله ده لا، حصل. لأ، أنا ابني هاقعد معاه من وهو مثلًا يشِد حيله بس شوية يقول بابا وماما، هاعلّمه إزاي واحدة، واحدة إن هو تبدأ تضبط المساوئ بتاعة الشخص اللي practice قدّامك بقى فاهم، اللي هو أقعد أدّي له فاهم practice تقول إيه، مثلًا هاقعد كل شوية مثلًا أقول له مثلًا يصوّر لي صحابه مثلًا. أقعد آه، أتريق عليهم قدّامه، يحمي نَفْسه، هي دي الطريقة اللي أنا حميت بيها نَفْسي يا جدعان، لازم هو كمان يعمل كده. يعني أنت شايف إن دي طريقة إن أنا أحمي إمم. بيها نفسي، يعني أنا لو كان حد نمر عليَّ كان المفروض إن أنا كمان أتريق عليه، صح؟ تتريقي عليه، بس يعني تضايق مش تضايقيه، يعني الموضوع يبقى اديني موقف مضاعف كده، من ناحيتِك. اديني موقف، أنا مثلًا ساعتها كنت رفيعة حلو، أنا المفروض وهو كان قلبوز على فكرة،
البوزة كده. يعني دي اكبر ماتيريال ممكن ناخدها، يعني انا حلو. يعني هو ممكن الحلقه اصلا ممكن تكون هي على البادي شيمينج، بس انا شايف ان انت ما يعني ما انت لازم ما هي لازم تحمي نفسك يا اصل. طب هقول لك ماشي، ما أنا انتوا هاقول مش لك على ملاحظين حاجة، يا جماعه هاقول لك ان على حاجة، اي حد تخين دمه خفيف؟ ها، دي حقيقة. دي آه. حقيقة، دي مش حقيقة. اي حد أنا ليه؟ أعترفها ما هو لك. ده برضه عايز يثبت نفسه، ما هو برضه عايز ان هو بيحصل معاه كده، بس عايز بقى يثبت نفسه ان هو دمه خفيف. طب أنا هاقول لك على حاجة، أنا مرّة قولي لي. مع هذه الشخصية يعني مرّة قُلت له على فكرة آآ يعني أنا خدت الجملة دي ساعة أمّا والدتي كانت موجودة وكانت بتاخد حقي يعني زي ما بيقولوا كده. امم قُلت له: "حبيبي برضه أنت المفروض أصل هو قال برضه إيه، قال كلمة كده أنا فاكراها إن هو بيقول له: "طب ما أنا صحابي اتريقوا عليّا يعني عادي المفروض بنتِك تتقبّل حاجة زي كده." فأنا اكتشفت إن هو إيه، حَس بالحاجة بس ما أثّرتش فيه، فحسيت اللي هو إيه، طب ما أنا اللي باحس يا جماعة، ما أنا اللي باتأذي، طب على يعني فكرة أنا ماشي، ذنبي بس إيه إن أنت هو تحسّها هو على عشان فكره ترميها خد لي أنا، الطريق فاهمني؟ بتاعي، يعني هو خد ده يا الطريق رضوى بتاعي. بالضبط، ده يا رضوى أكبر دليل على الكلام اللي هو بتاع إنك أنت لو ما أكلتش هتتاكل. حلو، بس هاقول لك على حاجة، لو أنا آآ يعني أنا لو عندي طفل ولد لأ سيبك من عشان كلام والدتي سيف، يعني هو كده لا، ما لأ، لا أنا مش لازم، باكلمك لا يعني لا، يحتاج انا لا، ليه أنا الوحيد اللي هعمل كلام كده يعني، فاهم؟ يعني. أنت مش فاهمني، مفيش مش حد فاهمني، غيري مش هيعمل فاهمني. حاجه زي كده. لا، لأ، أنا مش قصدي كده، أنا مثلًا عندي طفل ولد هاقول له إنه هو هيفرض سيطرته، الولد ده بيبقى عنده فرض سيطرة كده وهو صغير، عنده عادة كده فاهمني؟ ايوه، دايمًا يقول لاخته ما آه، تلبسيش كده وبتاع. أيوة، فاهم. ولكن أنت لو خدت بالك إن هو لو كان جه ضيّع وقته في حاجة إن هو يكتشف نَفْسه في حاجة، إنه يجرّب في الوقت ده أي حاجة جديدة، كان ما يتساوى الكلام ده ما ينفعش بالناس في اللي هو شايف الغابة، إن هو الكلام ده ما أحسن منّه، ينفعش مع في إن الناس الغابة دي يا مش رضوى. أحسن منّه على فكرة، خلي بالك يعني الغابة دي معناها إيه، إن في حد قوي وفي حد ضعيف صح؟ ايوه، ما هو ده، ما هي دي المدرسه. حلو الconcept ده، استنى بقى الconcept أنتِ بتقولي في حد قوي وفي حد ضعيف، إيه أنت كان وجهة نظرك مين القوي؟ القوي المتنمر، يعني ايه لأ، يعني أقوى بالنسبة لك من الشخص اللي عنده موهبة مثلًا بيلعب كورة ومسمّع؟ بكتير اقوى ثانية واحدة، واحد في ساعتها الفصل. بس آه، طبعًا على يعني اقوى واحد في الفصل اللي بيعرف، اول واحد خالص اللي هو الاقوى واحد فينا، اللي هو اللي بيعرف ده هيضربني فابعد عنه، ده اقوى واحد. تاني يا اما يا اول مقرر، يا تاني مثلا كده المتنمر. عشان انا مش هعرف اجي مع الشخص ده يدويا، ومش هعرف اجي مع الشخص ده كلاميا، فدول اقوياء جدا. تحتيهم بقى تترتب المواهب والشاطر والبتاع واللي بيعرف يلعب والمثقف، كورة كل ده وبتاع تحت، كل ده تحت. ارمي ارمي. مش تحت، بس هم مركز تالت يعني. لا يا عم لأ أنا مش مركز فاهمة تالت. وجهة نظرك، أنا مش فاهمة وجهة مش نظرك. فاهم على فكره، انا يعني انا شايف ان انا مقنع الصراحه، او بقنع نفسي عشان ما ضميري ما يأنبنيش. هو لأ مقنع مش بس مش معنى حاساك كده إن الكلام ده صح يعني، مش بس حاساك هو مش يعني لازم هو يعني يبقى صح، إيه ساعتها يعني لا إيه يا يوسف، ما ثواني، انت أنت قُلت برضو. حاجة بس دلوقتي، أنت قُلت المرتبة الأولى، أنت قُلت إن هو مش بيقدر إن هو يكون يتعدّى عليه بدنيًا يعني أو ماشي كلاميًا، ماشي. صح؟ اه، ما أنت بتتعدّى عليه كلاميًا، لا مش فاهم. هو بيتكلم على يعني واحد يا التنمر ده رضوى. كلام، آه. لا انا قصدي يا نمّرت رضوى عليه ان انا already. بقول لك اقوى واحد بيبقى موجود اللي هو ايه، القوي بدنيا. التاني يا بقول لك اول مقرر ده بيبقى اللي هو الكلاميا، وعلى طول على طول اللي قوي بدنيا بيبقى على طول مصاحب وما يقدرش يكلم بتاع الكلاميا. هتقولي لي ليه؟ آه، قول ليه انت كمان يا يوسف. يا ترى ليه؟ عشان القوي بدنيا لو راح مع التاني، أيوه، التاني هيهزمه بالكلام، فهيتهزم قدام الناس كلها، صاحبه. فبيبقوا صحاب على طول. تصدق أنا خدت يعني بالي من حاجة، أنت ايه عندك يا ترى؟ حق جدًا. الاستنتاج بقى، اه، الدروس المستفادة. لأ بالظبط والله ماشي. العظيم، لأ، لأ، أنت فتّحت حتّة كده بقى، يا لأ بنتي عيب ثواني، عليكي، انا هنا بقول لك موسوعه اي حاجه هتلاقيني بقولها لي، انا خدي دارس خدي الموضوع ده. أيوه، قبل طب ما أنا هاسألك تخشي سؤال، الحلقة. أنت من آه. وجهة نظرك امم القوي بدنيًا امم مين اللي أقوى منه؟ اللي اقوى من القوي بدنيا القوي كلاميا. ليه؟ عشان على طول الموضوع مش على طول الموضوع بيندرج اول حاجه خالص ناحيه الضرب، الكلام اللي بيسبق.
فانا لو كسبتك كلاميا خلاص انا كده كده حتى لو ضربتني، لا مثلا انا قلت عليك يا كذا، فكذا دي هتفضل معلمه شهور قدام. لكن انا اتضربت يا عم وهعيط وخلاص، بس ايه، خلاص الموضوع هيتنسي. انت هتفضل يتقال لك يا كذا يا كذا يا كذا ايه فتره طويله، وبعدين بقى فالموضوع حتة هيعيش الألقاب بقى، معاك. الألقاب ياه! عشان كده حته الألقاب. معظم الناس اللي هو بيبقى قابض عينين مثلا طب اقول لك على حاجه، انا المتنمر اللي كان عندي ده لما جه كبر، لما جه حتى مثلا بيرتبط او كده، ممكن يتنمر كمان، ممكن عليها. يتنمر على البنت اللي هو ارتبط لو في اي مشكله مثلا، انت متخيل؟ هو بقى ايوه. بيبقى بيعمل ايه، بيقوي نفسه كل ما بيكبر، بحس ان هو بيعمل زي بص في كده مقوله، احاول ارتب كلامي بشكل احسن. في مقوله كده بيقول لك دونت فيد ذا مونستر، يعني انا ما اقعدش اغذيه. مم. فالطبيعي ان انا اتجاهل، بتوجع وكل حاجه، بس خلينا متفقين الليفل عالي قوي 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 ده، اللي هو يرمي لك الكلمه، مش غير اللي هو في المرتبه التانيه بيفضل يرمي كلام ويصاحبه بالقوه البدنيه، اللي هو بيرمي الكلمه في حته من الناس متجمعه، وهو آه. يتجاهل باقي مواقفه اللي هو بيبقى متخيل ان هو يستفزك بيها. انا كنت مم. باعمل كده، لان انا عشان كنت اخد حقي كنت كده، اهو، طب ما والغريب هو ان يعني انا هم كانوا نظريتي صح بيتضايقوا. اهو. اهو حلو، نظريتي بس هاقول صح. لك على حاجة، أنا كنت باتريق على الكلاميًا وعلى البدنيًا، ما هو ليه؟ دلوقتي عشان كده كده هو متنمرة لا، يعني يا رب. هو كده كده مش هيشتبك معاكي بدنيا، فانت الحاجه لأ، لأ، الوحيده أنا مش هيشتبك. فاهمة، بس قولي لأ، قولي. أنا فاهمة الحتّة دي، أنا باتكلم من ناحية إنه مثلًا أنت مش فاهمني، مش أنت مرتّبهم قوي بدنيًا، قوي كلاميًا، واللي تحت مثلًا اللي هو عنده مواهب. لأ، أول حاجة قوي كلاميًا، تاني واحد القوي بدنيًا. اه القوي أوكي، كلاميا ده بيبقى اقوى واحد في حلو، الموجود. القوي كلاميًا ده، ما ب اه أنا بقى أنا باتكلم في الموقف اللي عندي، أنا كان عندي حد قوي بدنيًا وقوي كلاميًا. ده البابا ده ايه يا عم، ده ايه ده، آه، ايه فاللي يابا في دار ايه. فالحل كنت أنا باعمل إيه، أنا كنت طبعًا ايه. حاجة صغيّرة كده في نفسي مش فاهمة حاجة، هو يعني عارف أنت، هاقول لك، مم. عارف أنت لو جه مَد إيده مثلًا وغطّى وشّي كده يتكتب اه wasted، فاهم؟ والله ما فعلا. باهزر، اه كده أنا مش يعني فاهمني، حاجة ضخمة كده بالنسبة لي، أنا أصلًا حد سُفيّف جدًا في نفسي، فلمّا كنت باجي كده مثلًا جنبه اكتشفت إن هو بيتضايق من حاجة غريبة جدًا، مم. إن أنت لمّا يكون في وسط ناس متجمّعة وناس تهمه وتدّي له كلمة وهو عارف ايوه إن هو يرُد عليك، يعني هو عارف إن هو يرُد عليك ايوه. وتدّي له الكلمة، هو ذات نفسه بيشُك في نفسه. يعني تدّي له الكلمة في وسط تجمُّع بتوجعه، وبعدين تتجاهل باقي المواقف اللي هو بيبقى عامل فيها مجهود أوي عشان يتنمّر عليك، أنت كده مم. بتحرقه بالبطيء، فاهم. دي فاهم دي حاجة؟ tips and tricks إزاي تتنمر على حد يعني؟ مش باتنمّر، يعني مثلًا هو رمى لي كلمة وسط تجمُّع ناس تهمه، وقعت في الكلام يا وده عم سيف مُدرِّس أهو، طلعت بيحبه اه مثلًا، وده مُدرِّس بيحبه، حلو؟ قالت الاقناع، خلي بالك رضوى. آه، آه، آه. آه. وده مُدرِّس مثلًا وده هو مُدرِّس عامةً بيحبه جدًا، وده من الشلة اللي هم هياخدوا فلوس الدرس وييجي يزوّغوا في خروجة عنب، فجاي ايوه. إيه يحفّل له حتّة كده ويمشي. الحل تعمل له إيه، إنّك هو صارف في الوقت ده، مضبّط لبسه وهياخد مم. الفلوس وهيخرج ايوه. وبتاع، تقوم رامي له كلمة تقول له في قايل له اليوم مثلا ده. إيه يا عم، هو انت مش هتلبس ولا انت هتيجي كده مثلا ولا حاجه. فتقول له أنت شكلك نضيف أوي المرّة دي يعني مش في العادة كده. هو إيه ده؟ اه هو إيه يتضايق فاهمني، أنت ما لمستوش لا شكلًا ولا كلاميًا ولا ما عملش أي حاجة، أنت قُلت له شكلك نضيف يعني كده فاهمني، فهو إيه، عادي يا عم وأنا شغال. باكلمك عادي فاهم، فتحس إن هو بيولّع، ليه؟ إن هو صارف في اليوم ده، جايب صحابه اليوم ده، حاضر الدرس في ايوه. اليوم ده عشان ييجي يشوفك ويتنمر عليك، فأنت واللي حرقت لابس له الجزمه اليوم. المركبه ثواني وبتاع. بس، ثواني عشان الموضوع بيروح مننا كده، الموضوع بيروح آه، مننا في حتة وحشة يعني. اه أنتم قولي آه، دلوقتي كده. تخشوا كده في الtips and tricks يعني، كده الحلقة دي بتبوظ يعني. tricks دي، الحاله دي بتبوظ 5 والله فعلا كده. minutes tricks دي. طب إيه؟ والله الحاله نرجع أنا طيب. بتبوظ بصراحة كده يعني. أنا باقول انا لك كنت أنا جايب كنت بادافع شخص عن نفسي إزاي، يعارضني، ده جايب شخص يعارضني، دي متفقه معايا. ماشي، أنا لو قدّامك مثلًا وأنت جيت تنمرت عليَّ، بقى ناخد إيه، خصم لخصم كده صح؟ تمام. لا لا كده يا 2 ستي مش متنمرين خصم قدام بعض. يا رضوى، انا اسف استنى يعني. بس استنى، وأنت جيت انا نمّرت اسف. عليَّ، أنت اه. أكيد اليوم اللي أنت بتبقى مضبّط نَفْسك فيه موت م- جامد جدًا م- وشلتك مزاجها رايق زي ما بيقولوا كده، م. لو جيت حرقت لك وعملت لك موقف، أنا واثقة إن خالص. بعد أمّا أنت تمشي وتلعب game حلوة هتجيب سيرتي،
خالص. ما انا هقول لك بقى على حاجه، ما هو دي بقى اه الليفل الادفانسد من المتنمر، ان هو ما بيديش الشخص اللي قدامه ان هو يعني على طول بيتفق مع، انا ما حد مثلا بيجي يتريق عليا مثلا ايوه صح انت معاك حق وبتاع وكده، واقوم رددها له. يعني انا بتفق معاه، ودي برضو تريكس يا جماعه. اي حد طب يجي يتريق ماشي، طيب عليك او حلو بتاع، أوي. اتفق معاه اللي هو شجع الناس على بيقوله. الرذيلة، خلي بالك ده. لا انا بشجعه يدافع عن نفسهم يا جدعان، انا مش عايز ابني يبقى ضعيف، انا مش عايزه يبقى ضعيف، انا مش هو عايز ده مش ضعف على فكرة، التجاهل مش ضعف على فكرة، يعني انا ممكن اتجاهله عادي وهتحس ان هو مجهودك انك انت رميت المجهود على الارض، صح ولا لا؟ انت لو جيت رميت لا افيه وانا ما ضحكتش، خلاص اعمل لك ايه يعني، فاهمني؟ غيرك هيضحك، مش انا مش عايزك انت تضحكي، ما غيرك هيضحك، ما هي ده انا بلعب على دي، انا ما بلعبش عليك انت اصلا. ماشي، انت بتلعب على اللي حواليا. اه ماشي، ما هو انت، ما هو اقول لك على حاجه، ما هو انت اكيد لا تخلو من العيوب. ممكن ما في حد هي دي يقول بقى، لك يا عم ما خلاص هقول ما لك ده على حاجه، كذا. ما هو ما هي لا بس انا بحاول اخفيها، يعني انا بحاول على قد ما اقدر، يعني انا حتى وانا حالي اقرا عشان الجيش اهو بخفيها برضه، بحاول اخفي الموضوع عشان ما واما حد فعلا بقول له اه انت معاك حق، مش انا يعني زي ما انت بتقولي، انت ما بتدي له ان انت فعلا اتضايقت، هو بيكمل. وانا على فكره اي حد صاحبي او بنت ولد مش شايب ايا كان، اي حد بقول له انا يعني بقول له يتعامل ازاي معايا، بقول له مثلا ما اجي اتريق عليك في حاجه، حاول ما يهمكش الموضوع، عشان بجد لو لقيتك اتضايقت هتريق عليك تاني. انا بقول انا بقول كده يعني فعلا، اللي هو حاول تبين لي ان انت مش لا مهتم. بس لا دي حاجه سيئه جدا على فكره. انا سيء فعلا. لا طبعا سيء قوي، طبعا سيء يعني، ما لا خلاص. مش يعني مش حاساه. يعني مثلا انا لما جيت المدرسه بالعكس، يعني في نظره ناس تقول لك ايه، انا هروح، انا كرضوى مثلا بقول انا هروح هتعرف على ناس جديده، اخيرا هروح اجرب حاجات جديده، اخيرا هروح اشوف حاجات جديده واتعلم من ناس، واشوف اصحاب مختلفه واماكن مختلفه وهبقى فيها على يعني مدى بعيد، وهقضي يوم يعني اليوم ساعات وهتبقى طويلة جدًا مع ناس شبهك وقدّك في السن، فتبقى حاجة لطيفة. لكن لذيذ. أنا عمري ما بصيت لها إن هي غابة. أنا فعلًا بالاحظ إن هو الشخصية دي بتبقى عايزة إن هي تاكل المكان كلّه، مم. بالظلم بقى بأي حاجة، بس المهم إن هو كَل المكان. ايوه. ومعظم الشخصيات دي بتبقى ما مش هاقول لك بتأنِّب ضميرها، بس آمم، بتقعد ممكن تفتكر إن الموضوع إن أنا اتنمرت عليك كتير، يعني فاهمني، وبعدين تقول لك إيه، آآ، تفتكر اللي هو إيه، أنت استحملت، أنت تعبت أوي معانا، فاهمني، أنت استحملت إفيهات رهيبة، ايوه فاهم. أنت بقيت meme material خطيرة كده. انا في ناس بعتذر لها والله العظيم ما كبرت، يس انا بجد بعتذر لها، اللي هو يا ابني انا فعلا كنت سيء، ما تزعلش مني. بس هرجع اقول لك على حاجه برضو. طب انا برضو دي القصه دي برضو انا ما حكيتهاش قبل كده. انا كنت شخص وانا صغير بيتوتي جدا جدا، انا بسبب ان ابويا وامي ما كانوش بينزلوني الشارع خالص، وانا كان شارعي آه، مش كويس، يعني انا شارعي ما كانش كويس بالمره خالص. مش مريح يعني إنك كصغير تنزل فيه سيء وكده. سيء جدا لأبعد آه، الحدود يعني. آه، فما كنتش بنزل عشان كانوا خايفين عليا ان انا مثلا ابقى شخص مش عارف ايه، او زي يا اب وام يعني. انت لو عايز تنزل عندك يا باشا يوم الخميس روح اقعد في السايبر وخلاص. بس فانا كده. ام- اه فانا ما بالنسبه تلعبش كورة للناس اللي مثلًا في كانوا الشارع، ما بتتعرفش على ناس و جديدة؟ لا وكرة مين يا باشا، مفيش الكلام ده، كرة في انا كنت بقعد بتحايل على انا فاكر بتحايل على عشان تخليني العب على بسطة سلمنا. فهمت. تخيل، تخيل اللي وصل لايه، البسطه بتاعت سلمنا. انا بس عايز يعني لقيت عيال بيلعبوا وبتاع وكده، ما كانوا جيراني، عايز العب معاهم. اتعرّف لا لا ما ينفعش، مش عارف ايه من كده آه. وبتاع، مش شبهنا مش كده. ف وانا بقى كنت مميز لدرجه سيئه. ليه؟ انا مميز عشان انا مش عارف، حاسس ان المفروض اقول الكلام ده بس هي صباح الفل يعني. كنت آه. مميز ليه؟ خلاص يعني. لا كده يا عم صباح الفل والله. مميز لدرجه ان انا ده النضيف. فانا كنت لا انا ليه يا عم انا عايز البس شبشب، انا عايز انزل شبشب ورايا وانزل اجيب انزل اجيب الكرة من تحت العربيه وهدومي تتوسخ وبتاع واطلع لامي معفن
انا عايز ابقى ما انا هي كده، ما هو انت شايف نفسك غريب دلوقتي. ما هو انت دلوقتي اما كله بيعمل كده وانت لا، وانت طفل مش هتقول لا ما انا لابس بتاع نايك مفيش الكلام ده. ما ده بالنسبه لك ده الصح عشان كله بيعمل كده. فكنت بخاف من العيال اللي معايا دي، بخاف. يعني كنت بدار ان انا بمشي من شارع تاني واقوم لافف داخل من شارع من ورا عشان ما حدش يكلمني، ما حدش يرازيني، ما حدش يضايقني. اه فبرضه كانت دي برضه وسيله دفاع عني. ان انا ما مثلا انا وانا صغير ما كنتش بعرف اضرب. مش بعرف اضرب ازاي. فكنت بقعد اضربه وايدي جنبي، مش عارف اعمل ايه. فبرضه دي كانت وسيله دفاع. فهو كل واحد متنمر ما هو الا رد فعل الشخص عمل معاه حاجه. هو مش اصل مفيش ولد يعني مفيش واحد هينزل من بطن امه كده يقول له ايه انت حموله تقيله، ايه حموله ايه اصلا يعني. ايه ده بجد. انا الصراحه اكتر حاجه ده بتضحكني على حوار الناس التخان ده، ما ايه ما بتبقى على ما بتبقى تيك توك مثلا ولا حاجه وفي واحده مليانه يقول لها ايدوك معايا نعمل سكرول، دي بتموتني الصراحه. يعني دي بتجي لا بجد دي كده جامده محتاج جدا. انا كده محتاجين نمسح الحته دي. دي صح. يا جو امسح الحته دي. خلاص ماشي عادي نكمل عادي، بس يا سيبها ابني يا اسطى الحاجه دي. سيبها يا عم، طب انا بقى يا عم ده. اقول لك على حاجه، انا من الناس اللي بستغرب شويه، يعني مم. انا بس عندي تعليق يعني شويه على على مفهومك شويه في قولي مساله قولي، لا قولي طبعا التنمر. قولي. مم. انه انت يعني مثلا انت ايه اللي ممكن بتتخيله يضايق المتنمر؟ هو الكلام ما بيأثرش فيه، نفسيا ما بحسش ان هو بيتأثر خالص، يعني كلام خلاص بقى ما فيش، فاهمني؟ هو اوريدي بيرمي الكلام فهو مش حاسه، بس نفسه مم. بيطلع من بقه فهو مش حاسه، فاهمني؟ ايوه. ما اظنش لو اتقال له هيحسها. ايه بقى اللي ممكن يحسه؟ ايه اللي ممكن يضايقه بجد؟ هقول لك انا مثلا حاجه زي زي بتاعت امبارح دي. انا مش اه اي حاجه بربطها بيه، يعني انا مش ببينلوش ان انا بضايقه. انا اي حاجه اه اقوم رابطها بيه ومش يعني هي مش القعده عليه. هو ده اللي انا اه بحسسه ان هو مش القعده عليه، بس كل حاجه بتحصل اقوم راميها عليه. انا مش عارف اشرح لك قوي الصراحه، بس انا بقول لك زي ما بقول لك هو ماجستير، انا عامل ماجستير في الموضوع ده اللي هو انت مش عايز تديني الحل، خلي بالك انت مش لا عايز والله العظيم انا بس مش عارف اشرحه، تبع والله ما عارف القبيلة، اشرحه. مش عايزني اعرف، انا مش عايز تغششني يعني. لا لا لا، كده كده انا عادي، اصل انا عادي، دي حاجات ممكن اساعد فيها الناس عشان كده كده انت مهما اتطورت كده كده هتريق عليك برضه يعني. فانا مش فانا كده كده مش فارق معايا يعني انت عارف مهما انا مرة لما جيت واجهت الشخص ده كذا وقلت له ان عمري ما اتريقت عليك، يعني انا حتى مثلا هو ستيل على فكره لما كان بيكبر برضه كان بيتريق عليا، يعني انا برضه من الناس اللي اجسامها رفيعه برضه، بس اللي هو مش قوي فاهمني، بس هو ستيل بيتريق عليا ستيل. فالغريب بقى اللي انا كنت بقول له طب ما انت يعني انا عمري ما اتريقت على جسمك، يعني انت حتى لما كان زمايلك بيتريقوا انا عمري ما اتريقت. طب ما يعني انت سايب الناس اللي بتأذيك وبتأذي الناس اللي ايوه شايفاك ايوه، ما هو ده الطبيعي. كل حالاتك كويس، يعني احنا ما هو بنشوف كل انت ما حالاتك انت كده كويس كده مش منك اهو. هتردي يا رضوى، هو ممكن التانيين يردوا، انت مش بالعكس انا هتردي عايزه اقول لك فاكل بقى عليك ان هم عيش. لما قالوا، انا هقول لك بقى ده الغريب بقى، انا سمعت حاجه غريبه، الغريب ان هو لما بيجي يتنمر عليهم، يعني في ولا كان مره تخين معاه من الشله، هو مم. اتنمر عليه وبدأ يشتغل على نفسه هو ان هو يخس فحمى نفسه، فاهم؟ اه فاهم. اللي هو آه ايه، انا هديك حاجه مش فيا. ايوه فاهم. طب انا بص الله برضو على فكره اللي خلاني بقى يعني عايز اقف عند حته اللي خلاني اوقف الموضوع ده. يعني اللي خلاني انا حاليا ربنا هديني يعني فين وفين كده مثلا ما بتريق ولا بتنمر على حد يعني. متأكد من الحوار اللي ده؟ خلاني بقى اغير الموضوع ده ايه؟ ده موقف انا الصراحه عمري ما هنساه يعني. حصلت مع شخص يعز عليا جدا، يعني انا بحبه جدا الصراحه يعني. آه من غير ما اقصد، من غير ما اقصد. كنت بقول له كلام كتير جدا يضايقه، كتير جدا يزعله ويضايقه، وهو كشخص ما بيعرفش يرد. هو اكتشفت ده غلبان ازاي يعني. بقى؟ هقول لك اكتشفت بقى، ازاي ان الكلام اللي انت قلته ده مش حلو يعني؟ هقول لك اللي حصل. اللي حصل ان في مره لقيت رد مره فعله غريب جدا. يعني صار فيا بطريقه غريبه جدا.
فايه ده وبتاع، عمال يبلع وفعلا كتير زي ما اليوم بيقولوا ده كده. اتخانقنا خناقه وبتاع، وكنا هنمسك في بعض ومش عارف ايه وكده. ففعلا احنا عشان قريبين من بعض جدا، فقلنا ايه، لا احنا نحل الموضوع ده في البيت وبتاع، وابويا وامي قاعدين وكده. فقال لي جمله انا عمري في حياتي ما هنساها. قال لي انت يا بجد. سيف جبت لي حاله نفسيه. من ساعتها انا بصيت له كده، يعني انا كده ما يعني انا وصلت لمرحله ان انا ممكن فعلا شخص كبير كبير وبتاع يعني وعاقل وكده، انها فعلا انا اذيه، يعني انا فعلا اذيه. قال لي بجد وهو بيعيط، انت جايبت لي حاله نفسيه من كلامك. من ساعتها انا تبت يعني بجد، انا من ساعتها انا قلت لا، انا خلاص، انا حتى لو حد عمل لي حاجه، يا عم، لا خلاص، انت صح، انا وما بقيتش انت ارد صح. عشان عارف ان انا لساني بقى ممكن فعلا يأذي شخص. ده هبل، انا عارف انا بعمله، بس الحمد لله بطلته يعني. بس خلي بقى يعني، السوشيال ميديا لحد ما شويه ما بقتش تاكل المتنمرين عيش خالص. دي حاجه مضايقاني يعني. انت بتتكلم على طب اللي هم بتوع هاقول لك على الفيديوهات. حاجة، هل الشخص ده يعني لسه أنتم صحاب؟ اه احنا اصحاب جدا برضو، لسه ما زلنا يعني. بس هو قالها لك يعني، كانت صعبة أوي دي. اه لا بجد، انا اليوم ده عمري ما انساه. انا اليوم ده هو اول ما قال لي كده، انا كنت انا وهو ايه، بنزعق في بعض. اول ما قال لي كده انا سكت لحد اخر القعده. وحشة أوي. بس وحشه جدا فعلا. آه. بس وكنت بقول بقى ان فعلا السوشيال ميديا الى حد ما خلت التنمر في مصر يهدى شويه، ده اللي انا شايفه يعني. عشان بقى في انت وعي شوية يعني اه يعني الدنيا. حاسس ان يعني حتى الافلام نفسها، بالعكس، يعني انا لا لاحظت لا انا الافلام. اختلف معاك جدا. انا بقيت احس ان طب اصبر، الانترنت طيب كله طب اقول لك متنمرين. وجهة نظري، طب وهقول لك يعني. ايوه، ما انا هو فاهم انت عايز تقول ايه. انا وجهة نظري ان خلى ان في حد فاهم يعني ايه، انه في حاجه يعني ايه اسمها تنمر اصلا. ما فيش حاجه كان اسمها الكلام ده يا يوسف. مفيش حاجه اسمها لا انا بتريق عليك، احنا بنهزر. مفيش حاجه اسمها انت، لا انت كده بتأذي، انت كده في نفس حاجه اسمها نفسيه. انت مش عارف، انت ما بيحصل لك حاجه وانت صغير، اما بتكبر بتأثر. ما كنا فيش حاجه اسمها كده، كناش فاهمين الكلام ده. حتى تلاقي ان الافلام القديمه كلها الضحك من التريقه. الضحك يعني انت، المسرحيات بتاعت عادل امام كلها بيتريق على اقزام مثلا. في طب ناس كانت بتاخد ادوار عشان هي يا دوب مليانه. الناس تتريق عليها. اه يعني ده دورها في المسلسل، الفيلم، المسرحيه، مسرح مصر كله اشتغل على الموضوع ده. دي حاجة يعني كانت على فكرة كنت باتضايق من مسرح الحوار مصر ده أوي. بياكل عيش جدا من الحوار ده. انا مش عارف، هو احسن ان هو قفل عشان ما ينفعش عليه قضيه، بس لا انا بنتكلم في الحقيقه، في الطبيعي يعني. أيوه، لأ. لو ده في أفلام يتريق على كتيرة يعني شكل ده مثلًا، وده يعني يتريق. عندك بتاع الفيلم مم. اللي هو بتاع اسمه أبو العربي باين، اللي هي الست لمّا كانت تخينة أوي اتريق عليها. مثلا دي آه. اول ما خست، فين هي دلوقتي؟ ما حدش خلاص. بقت تظهر في اعلانات التخسيس. يعني إن هو ده آه. دواء ده. يا جماعه اللي يحصل برضه ايه، انت متخيل حتى يعني، بس حتى وانت يعني، طب الست تعمل ايه تاني؟ وبقى اي دكتور بقى طالع بقى يجيب صورتها من قبل وبعد وينسبها لنفسه. يعني انا فاكر، انا عارف والله العظيم ان الست دي انا ما اعرفش اسمها، بس هي كل الناس سبحان الله خسستها. خست من 50 جميع دكتور الاعشاب. عامل. الاعشاب كلها خسستها. اي نوع اعشاب خسست 60 الست دي دكتور بالذات. اشتغلوا على. والله العظيم خسست الست دي بالذات، اي دكتور في الدنيا خسس الست دي. انا حاسس ان كله بقى بياكل عليها عيش برضه يعني. طب تعمل ايه طيب؟ دي حاجة حلوة إن هي كانت إن هي بقت مثال إنه خلاص هي خسِّت، مش فأكتر من دكتور بييجي مثال، لها يبقى مثال عايز ايه بتطلع يخس. ده؟ في القنوات حبيشه والكلام ده يعني. مش مثال ايه. لأ، أنا أقصد إن هي لمّا خسِّت فأكتر من دكتور بيطلبها إن هي تعمل إعلان. اه هي لا، بجد دلوقتي بقت اعلان هي للتخسيس. مش كده، هو صورة. يعني هو اجيب صورتها انا وقبل وبعد، وبعدين يعني هي يعني بيتقال ايه بقى، اللي هو دي ساعة اما كانت تخينة ومش عارف ايه وبكرش وبتاع، وانا اللي انا اللي عملت فيها كده، فبرضه مش حاجة ايوه حلوة انا يعني. اللي مش فالموضوع. عارفة، بس أنا بصراحة باحس إنه عملت مجهود رهيب أوي يعني، اشتغلت على نفسها حلو. ما علينا من المثال. بس فهي ده، فانا شايف، انا بقى فاهمك يا يوسف، ان انت قصدك ان ايه، ان مثلا اي فيديو هتلاقي تحت على طول ايه، ناس ده هدفها، حتى تلاقي ان الاكونت عليه مثلا 3 فولور ولا حاجه، وعليها مثلا صوره باتمان ولا حاجه، وتلاقي داخل مثلا يتريق ويعمل. واسمه مثلا بطاطس بالجبنة حاجة كده، فاهم؟ ده وداخل معظمهم. داخل في اي فيديو بتاع، وعامة كده اي حاجة. يعني انت مثلا لسه ذاكر المثال اللي هو بتاع ايه اي بنت مثلا
تبقى مليانة شوية وبتاع، وحوار إيديكم معانا وبتاع على الscroll وكده يعني فاهم؟ لأ يا اسطى دي جامدة يعني جدًا، والله العظيم أنا يعني دي أنا مهما أطلع بمستواي في التنمر عمري ما أوصل بإيديكم معايا نعمل scroll دي جامدة فشخ، يعني أنا باحيي أول واحد قالها الصراحة يعني. يعني ما يعني ليه كده؟ يعني ليه بنقول كده تشجيع طيب والله ليه كده؟ مثال ليه؟ سيء، ما أنا باقول لِك مثال إحنا سيء، هو ده بندّي المثال أمثلة يعني السيء. بندّي أمثلة لأ دي موجودة حاجة يعني. بشعة، دي بشاعة، دي بشاعة يا جماعة باحترامي ليكم دي حاجة بشعة، لإن هي على فكرة بتشوف الحاجات دي، دي حقيقة. أنت متخيل هي مش بتقول هي هتشوف 100,000 comment منهم 99 لا واحد ده إحنا بيطنّش. أمّا بيبقى عندنا 7 كومنتات بنشوفهم، يعني بحالهم، والله العظيم، يعني حالة الgym جايبة 7 كومنتات باشوفهم كلّهم، معظمهم أصحابنا آه. يعني بس عشان تكون فاهم. معظمهم أصحابنا ومعظمهم حد داخل من يوزرين، والله العظيم بجد يعني. حالنا صعب أوي. الدنيا صعبة والله. ب بس يعني هو ده أنا شايفه إن هو أنت يا ابني أنت يعني باحس إن ده ممكن حاسس إن نقفل هنا، فبس عايز أقول حاجة إن أنت يوم ما أكلتش أنت هتتاكل، فأخلّيك أنت طب خلّيك أنا أنت أختلف المفروض معاك، معاك. أنا أختلف معاك بقى. أنت شكلك مش عايز تقفل الحلقة بقى، أنت إيه يا عم؟ أنا هنخش أختلف معاك يا عم، خلّينا افتح يا نسجل عم ساعتين تاني يا عم ما تقفلش يا عم. قُل يا باشا. بس أنا عايزة أقول على حاجة، أنا ما كنتش كده. أنا عايزة أقول على حاجة. أستاذة رضوى أنتِ بتكرهيني؟ لا، لا ما تقولش كده، ما تقولش كده. طيب ماشي. ليه كده، طيب ليه؟ أنا عايز أقول على حاجة طيب. آه أكيد اتفضل. أنا ما كنتش كده، يعني أنا ما كنتش لا باتنمر ولا يعني ولا حد بيتنمر عليّا جامد يعني. ما هو ده لسبب يا يوسف، بسبب إن بالضبط. المتنمرين صحابك، ما هي. لأ معلش، ما هو أنا بقى ما هي دي بقى الاستراتيجية بتاعتي، إن أنا كانت استراتيجية. الناس كلّها كانت يعني أنا باحب إن الناس تحبني، فأنا كانت الناس كلّها بتحبني، فما كانش حد بيتنمر عليّا وبرضه ما كنت يعني أنا كنت هادي ما كنتش باتنمر على حد. ما هو ف ده بقى ما هو أنا باقول لك ده ما أنا باقول لك أصل أنت يقول أنت لو ما قدرتش عليه خلّيك معاه، هو ده اللي أنت ماشي بيه، هو ما لأ أنت كنت أنت بس أنا ما كنتش كنت يعني أنا ما كنتش مصاحبك عشان أنت يعني اللي هو غرض اللي هو يعني إيه ما كنتش عشان مضطر مثلًا أو حاجة، يا عم الله أعلم بالنوايا بقى يا عم أو يوسف، جايز أنت عشان مفروض عليّا جايز الله أعلم بالنوايا، الله أعلم، يا عم ماشي يا عم. يمكن صحوبية مصلحة والّا حاجة. هاحتاجك تخش بس تنمّر لي أنت على ده بقى وبتاع. بس يا يوسف أنا هاسألك سؤال، يعني أنت آه. برضه آآ مع فكرة المبدأ اللي هو آآ غابة وكده وإن أنا أبقى لأ ما أlead أنا أيوه ما هو أنا لأ ما أنا ما كنتش كده، ما أنا مش معاه. مش معايا، عاش معاك يا بس سيف، ليه كده؟ لأ، بس أنا ما هو عشان الصح، كده مش طلع مهم، ما متنمر هو بقى يا ما حدش بنتي على طول ما يا بنتي ما هو اللي هي الشجرة اللي مش بيحصل لها كده. آه. كان في مثال كده بيتقال إن هو الطوب والشجرة وبتاع. على طول، أيوه. فما حدش أكيد هيبقى معايا، بس أنا الصح، يعني دي أهم حاجة، مش مهم حد يبقى معايا. خلّي بالِك يا رضوى ده أصعب أنواع المتنمرين، اللي هو آه. يعني اللي هو حتى مش معترف إن هو غلطان، فده يعني ده الextreme، ده المثال الextreme، إحنا معانا مثال extreme دلوقتي. وصلت لمرحلة صعبة أيوه. أيوه. بس لأ أنا مش مع الكلام ده خالص يعني. في كويس والله. استراتيجيات حلوة برضه زي بتاعتي يعني، أنا شايف بصراحة الاستراتيجية بتاعتي كانت جامدة أوي. أنا مش إمم. معاك خالص، زي ما إيه حدش يعمل يعني؟ كده، ما حدش يعمل كده. ما أنا أيوه يا رضوى ما أنا لسه قايلها والله. أيوه أنا أقصد اديني موقف. ما فيش مواقف، ما أنا ما حصلش معايا موقف والله. هي يا دي بنتي الاستراتيجية أنا. هو يوسف ما كانش طب مثلًا أنا يعني عايزة أسألك سؤال، أنا مثلًا متنمرة واتنمرت عليك في مكان، إيه الموقف اللي ممكن تاخده مثلًا؟ موقف دلوقتي. ما هو أنتِ بقى مش هتعملي كده ليه؟ لإن أيوه. أصلًا من الأول أنتِ صديقتي، صح. بس هي دي هو ده الحوار بقى كله. ماشي. طبعًا يا جماعة ده كلام ما لوش أي لازمة، فما حدش نرميه يعمل في كده، الزبالة. ولا كل اللي اتقال ده ولا ليه لسه لازمة، برضه هتعلّم ابنك وبتاع والله لأ، طب والله يا ابني أنت والله هو اللي كان معايا كان فاكرني أنا باهزر، أنا مش آه، باهزر، والله هاعلّمه إن هو إزاي يدافع عن نفسه، ولد أو بنت، آه، يعني أيًا كان، إن شاء الله ما هو ربنا ما يعني يدينيش بنات يعني، الله، أنا مش الله، عارف إيه ده، بس لأ الله. والله ده آه. كلام لسه والله متنمر ها؟
لا لا مش بجد ايه ده. احنا جو هيقطع كتير من الحلقه دي دي بجد هيتعب يعني. لا لسه والله، ولا ممكن يدوم لي عشان ما يخشوش جيش يعني، او نجيب واد وبنت. انا الصراحه مش عايز ادخل عيالي جيش، يا اما بقى ما اعرفش نهربهم بقى ولا ايه بقى، مش عارف يعني. مش عايز اشوف اللي انا بشوفه ده. تمام ماشي. اه طيب يعني. السؤال بقى الختامي، فاكره والّا أنت اتفضل. نسيته بقى من الجيش؟ انا لأ ما نسيت أنت السؤال الختامي. رضوى في السؤال ده بنساله كل الناس اللي بتبقى معانا يعني وكده، ايوه وبناخد اجابات مختلفه، يمكن لو حد بيكمل للاخر يستفاد مثلا يعني. حلو. اه ف هو بيبان عامةً من عايز الstatistics بتاعة ده كده كده 3% الناس اللي الناس اللي اللي هو بُص أنت مش برضه. هيكون تنمر خلّي بالك، مش هيعتق الناس. ال لو هتدّي لنفسِك نصيحة وأنتِ صغيرة، هتقولي لها إيه؟ أنتِ بنفس دلوقتي كده قدّام وأنتِ وصغيرة كده المفروض تقولي لها نصيحة. رضوى senior ورضوى junior في بالضبط كده. موضوعنا والّا بشكل عام؟ في الحياة. في الحياة. الحياة أنصحها إمم. يعني؟ آه. آآ بُص، كرضوى كبيرة بتنصح رضوى صغيرة إن هي تركّز أكتر على فكرة آآ تحقيق الهدف أكتر، إن هي تحقق هدفها، بصرف النظر بقى الدنيا بتولّع وراكِ حواليكِ في كل حتة، أنتِ ما لكيش دعوة. آآ قلّلي كلام كتير، مش بتتكلمي كتير، عشان ما تغلطيش كتير، تحبي نفس كل حالاتها، ما تزعليش على حاجات فاتت عادي، طبيعي، بتبنيكِ يعني، خدمتِك مش حاجة سيئة يعني إن الحاجات اللي بتمُرّي بيها دي تبقى لازم تعلِّم، لأ، على قد ما تقدري تعالجيها تاتا تاتا يعني. أنتِ still برضه دماغِك لسه صغيرة، فأنتِ بتاخديها تاتا تاتا. آآ إزاي تظهري نفسِك بشكل صح، تبقي عارفة بتتكلمي ب بقوة يعني أو بحق دايمًا. يالّا. إيه اللي أنت عملته؟ تثقيف، تثقيف. سقف. أكتر نصايح كليشيهات ممكن أسمعها بس حلوة يعني. ميرسي والله، كتر ألف خيرك. الحمد لله في حاجة عجبتك ما اتنمرتش عليَّ. والله يوسف يا جماعة، ما يوسف يتاخد في رجلين ليه؟ والله يوسف كان عسلية جيله والله وهو صغير. والله بجد طيب يعني، وكان شخص والله كان شخص قصير وبنضارة كده عسل جدًا. بس بقى، بس كفاية، كفاية. يا والله كان عسل. يعني أنا بجد أنا ممتن لصحوبية الشخص ده يعني. يا عم حبيبي أنتم والله. ناس جميلة يا جماعة، ده بجد. إيه؟ بس كده. أنتم ناس جميلة دي حقيقة، يعني أنا الله اتشرفت يبارك بيكم بجد. لِك. طيب. بس اقفل يا باشا يالّا. اقفل آه. فدي كده كانت إيه